السلام عليكم ورحمة الله. فرج عامر يفتح النار على فوز لقاج ويكشف خطط الوداد للفوز ببطولة إفريقيا، ويفاجئ الأهلي بهذا القرار. إليكم التفاصيل كاملة في هذا الفيديو، بس خلينا قبل ما نبدأ في المشاهدة ياريت ما تنساش إنك تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. انظر ماذا قال. وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة دعم للاعبي الأهلي قبل مباراتهم غدا مع الوداد المغربي. وقال فوزي لقاج رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيس الكاف والمسيطر على الكاف قبل مباراتهم غدا أمام الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا، قال لاعبي الوداد موعودين بمكافآت هي الأعلى في تاريخ المغرب في حالة فوزهم على الأهلي بالبطولة لا قدر الله. وقال فرج عامر بالرغم من المؤامرة التحكيمية التي أعدها فوزي لقاج ورجاله غدا أمام الأهلي، الجميع في المغرب مرعوبون من الأهلي لأنهم يعلمون أن الأهلي الأقوى من الوداد، ولولا الحاكم الليبي الظالم لانتهت المباراة بنتيجة مختلفة تماما. عموما الأهلي في حالة تركيز شديدة، لا يفكر إلا في إمكانيات اللعيبة داخل الملعب. ومارسيل كولر عمل عدة محاضرات شرح فيها تصوير للمباراة، وطلب من اللاعبين التركيز ونسيان الجمهور وكل الأجواء المحيطة بالمباراة، وطالبهم بالدفاع عن ناديهم وعن تاريخهم وتسجيل أسماءهم في التاريخ بأحرف من ذهب. والله ولي التوفيق، وأنا أدعم الأهلي وأنا أشجع النادي الأهلي وأحب الأهلي، وإن شاء الله يفوز الأهلي على الوداد وبالطيق. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو، وإن أتممت المشاهدة ففضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.